أما شعرت عبد الله أنك بطاعتك لنبيك عليه الصلاة والسلام وتمسكك بسنته أنك ناصر له ولدينه ولسنته عليه الصلاة والسلام؟ دعني أعكس لك المسألة. ما الذي قصده أولئك المغرضون الحاقدون الشاتمون الساخرون المستهزئون الرسامون وغيرهم؟ ما أرادوا شيئا، أرادوا تشويهه عليه الصلاة والسلام أو تشويه سمعته لفض الناس عنه وإبعادهم عن سنته، عن دعوته، عن ملته. أما رأيت أن النصرة الحقيقية هو أن تنقض قصدهم هذا وتجعلهم خاسرين ينفضون أيديهم حسرة بالانكباب والالتفاف والارتواء من السنة والسيرة النبوية والإقبال عليها بشغف وحرص كبيرين؟ يا كرام، إن التمسك بسنته في أنفسنا ونشرها في العالمين من حولنا هو والله من أعظم وجوه النصرة التي يحارب بها العدو الحاقد بنقيض قصده وما أراد.